المحترم، لابد اننا نحييكم على المجهودات اللي كتقوموا بها في هذه الوزاره وفي هذا القطاع. قدركم السيد الوزير ان تواجهوا الجفاف، هذا الجفاف اللي هو استثنائي، ولكن قدركم وقدرنا كذلك ان نواجه الفشل ديال السنوات الماضيه، خاصه فيما يتعلق بتوفير يعني الماء الفلاحه اللي بغيناها في بلادنا. الى جينا اليوم باش نتشكاو على الاشكال. الله يخليكم الاخوات والاخوان. تصنتوا السيد النائب. تفضلوا استمروا. تفضلوا سيد النائب. رجع لي التوقيت سيد الرئيس. انا كنشوف. الله يخليكم. انا التوقيت انا كنشوفه. تفضل يا سيد النائب، تفضل. السيد الوزير المحترم، الفشل اللي عشناه في القطاع ديال الماء كنجيو اليوم وكنقولوا داخل هذه القبه كلام غير مسؤول. السيد رئيس الحكومه منضبط القانون التنظيمي ديال تسيير اشغال الحكومه، خاصه الماده 33، وخرج بلاغ رسمي كيأكد فيه مباشرة يعني بعد توليه عطاوه المغاربة هذه المسؤولية ديال رئاسة الحكومة ب5 مليون صوت، أنه باشر مسطرة للانسحاب من جميع يعني مسطرة فورية من جميع المناصب ديال الهولديك ديالو العائلي. باش نجيو اليوم داخل هذه القبة ونقولوا كلام غير مسؤول ونربطوا شركة مغربية اللي دخلات في إطار واحد المجموعة وشاركات في واحد لابيل دوفر، في واحد طلب عروض اللي هو دولي واللي كيتميز بالشفافية، واللي كيتميز. من فضلك يا سيد الرئيس، من فضلك خليه يستمر، من فضلك. ما نخليك، لا خليك استمروا. الاخوات والاخوان الله يخليكم. استمر سيد الرئيس. استمروا. انا كنتفهم بان هذا الكلام مزعج، لان هاد الناس اللي ما خدوش علينا في الميدان جاوا اليوم بهذه الاكاذيب وجاوا اليوم بهذا الشكل هذا باش يواجهونا، ولكن غادي يلقاونا دائما بالمرصاد. هاد الشركات اليوم شركات مغربيه وشركات اللي كنعتزوا بها وكنفتخروا بها انها شركات وربحات في واحد لابيل دوفر اللي هو دولي واللي عنده الشفافيه والمصداقيه. واليوم خصنا في الوقت اللي خصنا نعتزوا بالنجاح كنحاربوا النجاح، في الوقت اللي خصنا اننا نفتخروا بالشركات المغربيه اللي فيها ابناء ديال هذا الوطن، ولكن كنجيو باش نحاربوهم دائما. علاش؟ باش نغطيو على الفشل ديالنا الذريع لمده 10 سنوات. ما نجيوش اليوم نبكيو على مطيشه وبطاطا وحنا اللي ما وفرناش ليها ما وفرناش ليها الموارد. واليوم هاد لابد نحييو المقاربه ديال هاد الطلب العروض اللي غادي يؤدي لانجاز وحده من اكبر المحطات ديال التحليه على المستوى الدولي اللي غنعتزوا نفتخروا بها، واللي كتجي في اطار شراكه بالقطاع العام والخاص. وان هاد الشركات اليوم مفروض عليهم انهم يمشيو يجيبوا استثمارات ماليه مئات الملايين من الدولارات باش يخصوها ويبيعوا الماء للمكتب الوطني للماء والكهرباء بواحد الثمن اللي يكون هو تفضيلي، باش الناس ديال الدار البيضاء ما يتقطعش عليهم الماء، وباش الناس ديال بني ملال ما نقطعوش لهم الماء باش يسقيو، باش المغاربه يلقاو اليوم هاد الخضر وهاد الفواكه باثمنه مناسبه. اذا الى اليوم فينا ذره ديال الوطنيه، خصنا اننا نوضوا كاملين ونحييو هاد الشركات اللي رفعوا راسنا الفوق وحمروا راسنا امام شركات اللي هي دوليه. شكرا سيد الرئيس. شكرا.